الحلقات اللي فاتت أشرنا لدراسة كانت عاملاها جامعة هارفارد، كانت بتحاول تعرف إيه اللي بيخلي الناس تعيش أكثر سعادة وأكثر صحة. كنا بنقول إنه الحاجة اللي وصلوا لها إن الناس عندهم علاقات جيدة هم أكثر سعادة وأكثر صحة من الناس اللي ما عندهمش علاقات أو في علاقات مش كويسة. وكأن السؤال اللي بيطرح نفسه، طب إيه مواصفات العلاقات الجيدة؟ إيه صفات العلاقات الكويسة أو اللي من خلالها أقدر أحكم أو أقيم إن أنا في علاقة كويسة ولا لأ؟ واتمنى واحنا بنحاول نجاوب على السؤال ده انك من خلال الافكار اللي هنقولها تكون بتقيم علاقاتك هي علاقات كويسة وجيدة ولا لا. بس الحاجة التانية ان انت كمان تكون هذه العلاقة، تكون بتعمل الحاجات دي في العلاقات اللي انت موجود فيها، فتكون انت شخصيا بتعيش العلاقة الجيدة دي مع الناس اللي حواليك. اول حاجة في العلاقات او في صفات العلاقات الجيدة هي إن يكون فيها تواصل جيد، يكون فيها تواصل عميق. ده أبسط وأول حاجة لازم تحصل في العلاقات الكويسة، فيها أنت عارف تعبر عن رأيك وعارف تتكلم والآخر عارف يسمعك وأنت عارف تسمع الآخر. في صفات العلاقات الكويسة إن يكون فيها احترام. مفيش علاقة جيدة أو كويسة فيها أي نوع من أنواع الإهانة. ما أقصدش الغلط اللي ممكن يحصل، وهنتكلم في المستوى التاني عن إزاي أبقى بغفر وبتعامل إزاي مع الأخطاء لو بيحصل فيها نوع من أنواع الإهانة المتكرر والمقصود. لا، دي مش علاقة كويسة. وأي نوع من أنواع الإهانة اللي بيحصل بشكل متكرر في علاقاتك ده بيقول إنك مش في علاقات كويسة، أو أنت نفسك في علاقة مش كويسة، أنت بتسيء للآخر. الحاجة الأولى إن فيها تواصل جيد. الحاجة التانية فيها احترام لرأيك، احترام لخصوصيتك سواء منك للناس أو للناس معاك. الحاجة الثالثة، العلاقات الجيدة فيها ما يسمى بالحدود الصحية. انت عارف انت بتنتهي فين والآخر بينتهي فين، عارف تحترم حدوده وتحترم خصوصيته. واحدة من صفات العلاقات الجيدة انك على حقيقتك، قادر تكون على حقيقتك اكتر شوية من مع الناس اللي ممكن تكون غربة عليهم او الناس اللي انت ما تعرفهمش بشكل عميق. المسافة اللي بينك انت كشخص حقيقي وبين اللي بتظهره للناس هي مسافة قليلة. مش هتقدر تبقى 100% بالظبط، لكن قادر على الأقل تكون كما أنت، بيقبلوك زي ما أنت، أو أنت بتقبل الناس اللي حواليك زي ما أنت. في رسالة يوحنا الأولى رسول يوحنا بيقول آية، كنت كل ما أقرأ الآية دي أحس بحاجة غريبة في التركيب بتاعها. بيقول ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور، بيتكلم عن الله. طبيعي نبقى احنا نور، نبقى احنا كويسين ننور، لكن هو بيقولش كده. بيقول إن سلكنا في النور زي ما الله سالك في النور. تخيل بيكمل وبيقول إيه؟ فلنا شركة بعضنا مع بعض. يعني كأنه عايز يقول واحدة من الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش في شركة مع بعض عميقة وكويسة وجيدة هي لما ما بنسلكش في النور. وهنا السلوك في النور على قد ما أنا فاهم مش معناه إنك تعيش حياة القداسة، لكن السلوك في النور هو إنك مش هتخبي حاجة، هو إنك قادر تكشف نفسك للآخر. الله لأن ما عندوش اللي يخبيه فبيسلك في النور وهو نور. رسول يوحنا بيقول لنا لو سلكنا في النور زي ما الله في النور هيكون لنا شركة بعضنا مع بعض. يعني لما أكون على حقيقتي لأكبر درجة ممكنة، ولما أسلك في النور مع الناس اللي حواليا وهم يبقوا سالكين في النور زيي، هيبقى في شركة، هيبقى في التحام، هيبقى في انسجام، هيبقى في قرب أكتر من لو أنا كنت بخبي كتير من حقيقتي. وكأن الفكرة برضو دي بتطرح سؤال، أو السؤال اللي هيطرح نفسه، طب ده أنا لما أكون على حقيقتي هتطلع بلاوي، هتطلع حاجات مش كويسة. يمكن في حاجات مش هتبقى لا كويس ولا وحش، لكن في جزء هيبقى مش كويس، أخطاء، عيوب، بلاوي سودة هتطلع. وكمالة الآية كأنه بيرد على الفكرة دي. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. ويكمل يقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. وكأنه عايز يقول هتطلع بلاوي، بس بيطمني وبيقول لي ان دم يسوع هيتعامل مع الخطايا دي. ومحتاج انا والناس اللي حوالينا نبقى مدركين ده ونروح نعترف بخطايانا بعضنا لبعض زي ما الرسول يعقوب بيقول في حتة تانية، لكن كمان نعترف لله علشان يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. الحاجة اللي بعد كده في العلاقات الجيدة والصحية والصحيحة ان فيها حب وقبول غير مشروط. واحد من اكتر الحاجات اللي ناس كتير جدا اتكلمت عنها الوقت اللي فات، لكن واحد من اكتر الحاجات اللي بنفشل فيها اغلبنا، ان اقبل الناس زي ما هم، اني ما احاولش اغيرهم. في حد كان بيقول ان ده اكتر واعمق احتياج عندنا كبشر، ان نلاقي حد يقبلنا زي ما احنا. في رسام رسم صورة هتظهر قدامك، راسم في الصورة دي طفل راجع من مدرسة وماسك شنطة، وأم وأخت وأخ أخو الولد ده كلهم بيبصوا له بصات زي ما انت شايف في الصورة، بصات استغراب وبصات مش كويسة. أخوه اللي راكب على العجل ده بيبص له بصات غيظ وحقد وضيق، لكن في بوبي بيرحب بيه واقف على جسمه زي ما انت شايف. يقولوا ان الرسام اللي رسم الصورة دي كان عايز يقول ان الولد ده راجع من المدرسة جايب نتيجة مش كويسة في الامتحان، مامته واخته محبطين ومتضايقين منه،
اخوه بيحاول يغيظه وشمتان فيه، لكن البوبي هو الوحيد اللي بيرحب بيه. كان بيحاول يقول ان الانسان ده اللي محتاج حد يقبله زي ما هو. البوبي مش فارق معاه انت ناجح ولا ساقط، انت جبت نتيجه كويسه ولا مش كويسه. واحنا بنقول مره الفكره دي كان حد بيقول بس ده بوبي، ده كلب مش هيبقى عارف. صحيح هو كلب ومش عارف، بس انا بقى لاني عارف، كانه عايز يوصل ده الاحتياج اللي عند الناس، ان الناس محتاجه حد يقبلها كما هي. كان حد مره بيقول ان في دراسة بتقول إن أمريكا من الدول اللي بتصرف مليارات على الحيوانات وخاصة على الكلاب. الدراسة دي بتقول إنه كأنه أعمق حاجة بتحصل عليها اللي عنده كلب عارف ده كويس قوي، إنه لما بيدخل بيت حد ويبقى الكلب ده يعرفه أو بيته هو وهو صاحب الكلب ده، بيشوف كم كبير جدا من الترحاب والقبول وهز الديل والفرح، ويبقى الشخص ده هو ما يعرفش عنه أي حاجة. كأنه بيقول إن الناس مستعدة تدفع مليارات الجنيهات والدولارات بس تلاقي حد بيقبلها حتى لو كان كلب. تخيل. احنا محتاجين ده ناحية بعض، نعمل ده ناحية بعض، احنا نقبل الناس زي ما هم ويقبلونا زي ما احنا. المحبة دي صحيح القبول غير المشروط والمحبة غير المشروطة احنا كبشر ما بنقدرش نعملهم بشكل كامل، الله اللي يقدر يعملها بشكل كامل وبيحبنا حقيقي محبة غير مشروطة، بس احنا مدعوين ان احنا نعملها ولو بدرجة اقل، ولو في وقت وفي وقت لا، ان نقبل الناس زي ما هي، ما حاولش اغيرها. هي المحبة بالرغم من، مش المحبة لان، مش لما يبقى عندك ولما يبقى فيك احبك. احنا اتربينا في الغالب على ان احنا بنتحب لما نعمل، لو اكلت هحبك، لو مش عارف، حتى في البيوت وفي التربيه لو عملت مش عارف ايه ربنا هيحبك، لو اكلت، لو شربت، لو عملت حاجه، لو كنت حاجه. لكن المحبه الغير مشروطه والقبول غير مشروط كما انت. الكتاب المقدس بيقول لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، مش بس لما كنا كويسين، ده حتى لما كنا خطاه احبنا كما نحن. تاني، دي محبة الله اللي قادر يقدمها بشكل كامل. وعلشان كده كنت بقول في حلقة من الحلقات ان احنا محتاجين لله اللي يحبنا الحب ده بشكل كافي وكامل، لكن محتاجين نعملها مع بعض حتى ولو بنسبة أقل، حتى ولو في وقت وفي وقت لأ. حاجة كمان في صفات العلاقات الجيدة والصحيحة والصحية اللي من خلالها حاول تكون كده، وحاول من خلالها تقيم العلاقات اللي انت فيها. حاجة بتحصل في التواصل ممكن نتكلم عنها أكتر قدام بتفصيل أكتر، بس بيسموها في علم النفس المواجدة. المواجدة بيقولوا ببساطة هي أن تلبس حذاء الآخر، أن تلبس قميص الآخر، هي أنك تشوف العالم من عينين الآخر. لما يشاركك بحاجة ما تحاولش تشوفها بعينيك انت، لكن تشوفها بعينيه هو. هو ممكن يبقى بيشاركك بحاجة انت ما عدتش فيها خالص، وده هيتطلب منك المواجدة دي بشكل أكبر، إنك تحاول تشوف العالم من عينيه هو بشكل أصعب عليك لأنك ما عدتش قبل كده في الخبرة. لكن لو عديت في الخبرة دي حاول تستخدم خبرتك، مش إنك تحكي له عليها، لكن إنك تحاول تشوف العالم بعينيه هو من الخبرة اللي أنت عديت بيها. من أشهر الحاجات الموجودة لما حد يروح يقول لحد أنا ظهري وجعني، تلاقي الشخص بيرد عليه يقول له يا ده انا ظهري وجعني اكتر منك، ده انا بتألم، ده انا عامل اشعاع، ده القصه بتتقلب بسرعه عليه. لكن المواجده هي انك تحاول تسمع الاخر، تدخل في شغفه، تدخل في عالمه، تشوف العالم من عينيه. ودي واحده من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي العلاقات تنجح والتواصل ينجح، وتقدر تقول على العلاقه دي انها علاقه صحية وجيدة وصحيحة. الحاجتين الأخرانيين اللي كنا بنتكلم عنهم، الحب والقبول غير المشروط والمواجدة، بينجحوا أي علاقة وأي تواصل. والله لأن عارف ده كويس قوي قوي قوي، علشان نقدر ندخل معاه في علاقة وعشرة ونقدر نعرفه ويعرفنا ويبقى في علاقة حقيقية جميلة وصحية وصحيحة معانا. عمل الحاجتين دول بأجلى وأسمى بيان وأعلى بكتير قوي من البشر ممكن يعملوه. المواجدة، الله اتجسد في المواجدة، بيقولوا تلبس حذاء الآخر أو قميص الآخر. الكتاب المقدس بيقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، لبس جسدي. تخيل أعلى أنواع المواجدة علشان يقدر يحس بيا ويشعر باللي أنا بشعر بيه ويقدر يعمل معايا علاقة. الحاجة التانية الحب الغير مشروط، كنت بقول من شوية ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الله أحبنا وإحنا أشرار وإحنا خطاه وإحنا فجار وإحنا عملنا كل البلاوي اللي ممكن تتعمل في الدنيا. الله بيحبنا، الله عايز يقيم معانا أجمل وأحلى علاقة يكون فيها بيغيرنا، بيكون فيها بيشبعنا. وعلشان ده يحصل أكتر حاجتين ممكن ينجحوا العلاقات هي المواجدة والحب الغير مشروط. الله عملهم وبأجمل وبأسمى بيان. في الحلقة الجاية هنكمل إيه الأفكار أو إيه الصفات العلاقات الجيدة اللي من خلالها أقدر أقيم العلاقات اللي أنا فيها وأعملها أنا علشان أكون في علاقات جيدة.